بنيجي سقارة نركب حصانة، عمر بيركب حمار. لسه اسمنت ممتاز. اسمع مني ما تراجعش ورايا. اول ما بتدخل سقارة بتلاقي شباك التذاكر على يمينك، ولو انت مصري وطالب هتكون تذكرتك ب10 جنيه. دي صورة لباقي التذاكر، خدها سكرين للمصريين والاجانب عشان سقارة مليانة مقابر. هل كنت تعرف ان مصر فيها اكتر من 100 هرم؟ مش بس الاهرامات ولا هرم المدرج. ايه بقى رايك في سقارة يا باشا؟ تحفة 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 يا جدعان، يعني محدش تستاهل يجي المشوار؟ مشوار. لا بص، لو انت مهتم بالمقابر الكتير، تعالى السقارة، لان فيها كمية مقابر، وكل مقابر بتذاكر، مفيش غير ايدوت هي اللي تبع التذكرة بتاعت الهرم بس، لكن الباقي بتدخله بتذاكر اضافية. هنصورها دلوقتي. المكان يستاهل وبجدارة لو انت مهتم بالمقابر والاثار والكلام ده. سقارة فيها مقابر كتير، وده اللي هتلاحظه أول ما توصل هناك. في مقابر تبع التذكرة العادية اللي على الهرم، وفي مقابر تذاكر إضافية. في حالتنا كنا رايحين هناك علشان نشوف المكان ده بس. لما روحنا ما كانش معانا وقت كتير نشوف بس كل المقابر، بس حاولنا على قد ما نقدر. علشان كده انصحكم جدا وبدري شوية بحيث تلحقوا تشوفوا كل المقابر اللي هناك. وكمان هتستمتع جدا لو انت بتحب تعرف عن الفراعنة اكتر. حلو. وراحوا مكسرينه وحاطينه هنا. كانوا بيبنوا بايه بقى؟ يعني لو انت شايف يا اسطى الطينه اللي هناك دي اللي هي بين الطوب، ده مش اسمنت، ما كانش فيه لسه اسمنت ممتاز. اسمع مني ما تراجعش ورايا. وايه يا اسطى، فحطوا الطوب بالرصه دي يا اسطى بالظبط، عامله زي الصناعيه اللي عندنا في العاشر. اسمع مني. واهو بص شايف انت اللي هناك ده؟ ايوه اهو ده حمام مبوله يا جدع. بس بتاعت زمان كانوا بيحطوها بره لسبب ان عشان برضو ما كانش فيه صرف زي دلوقتي. ايوه في دلوقتي شبكه طرق وكباري ودنيا تحتيه حلوه قوي، ربنا يبارك له. فانت فاهم. وعلى فكره عاملين الدرج ده عشان زمان كان عندهم رجل كبيره. ايوه طب فاهمني؟ فعاملينه مدرج علشان الملك كان بيطلع كده بالدرجتين. ايوه. خد ايه رايك يا اسطى؟ ايه رايك تقيمني كتور جايد من 10؟ احلى تور جايد 9 من 10. حبيب اخوك.